بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين القطعة اللي قدامنا ديت تفريغة بلت ان اسود جالاكسي، ودي تفريغة حوض برضو بتاعت المطبخ، فقلت استغلهم واستخدمهم في حاجة بدل ما هما بيترموا في البلكونة. ده العادي بتاع التفريغات، او ممكن تيجي عتبة. لو كان هو الاستاذ احمد كان محتاج عتبة كنت عملت له عتبة. اقترحت عليه ان انا اعمل له ترابيزة فوافق. هنا باين واضح انها ان شاء الله هتعمل ترابيزة بيضاوي. اولا انا اخدت التفريغة بتاعت الحوض الصغيرة اللي هي 52 في 42، مش انا اللي عامل الشغل ده، الاسود ده مش بتاعي. تمام، دي عملتها القعدة بتاعت الترابيزة، وبوثق بقى الكلام ده كله علشان يبقى باين انا خدت وعملت لان الشغل الرخام مش بتاعي. طالما الرخام مش بتاعي فبأكد ان انا تمام. دي التفريغة. فكنت بقى مش متعود ومش العادي بتاعي ان انا اما اجي اقطع حاجة احطها على الارض، بس لظروف حكمت ان انا بقيت استخدم الطريقة دي أأمن، ان انا اقطع على الارض بحيث ان انا ابقى راكب الصاروخ وربنا يعافينا. فالحمد لله ربنا اكرمني، والترابيزة ديت عجيب بصراحة انها مخدتش معايا وقت. تقريبا خدت مني بتاع ساعتين، لما حاجة بتعطلني عادي شغال. ابو شمس يقول لي على حاجة، اي حد يسألني على حاجة كده بعد ما جمعتها ولسه مش شطبتهاش. الحمد لله انا عجبته. الحتة الحمرا دي من عندي، استاذ احمد يستاهل كل خير، راجل محترم، اخوه كابتن محمد الشبوكشي، كابتن الصالة اللي بتمرن فيها. ان شاء الله ارجع قريب باذن الله ان شاء الله. فالترابيزة قلت اشاركها مع حضراتكم، حاسس انها شكلها كويس واستغلال لحاجة كانت هتترمي. التفريغة دي هتتشال من مكان لمكان لغاية اما خلاص بقى في ناس كتير بترميها فليها شغل. قلت لنفسي دي زي مثلا زي اعادة تدوير مثلا ممكن نسميها. المنظر الشكل النهائي زي ما حضراتكم شايفين اهو كده بعد ما اتشمعت وروقتها. ده الشكل اللي هتفضل عليه ان شاء الله. ولو وقعت على جنبها ما بيجرالهاش حاجة، لان انا اللي لازقها كويس، لازق كلها كويس، كله تمام. ارجو يكون الشكل النهائي كان نال استحسانكم. الخامة بصراحة ما بتلمعش قوي، بس ما علينا، هنعمل ايه؟ ده رزق يا جماعة، عادي بتحصل. وبرضو ادام الراجل حبيبي واخويا اعمل له حاجة يستفاد بيها. ارجو ما اكونش طولت وانا كده بطول واكيد الترابيزة ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعجبكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.